السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم هاد الطويجين هذا بجنيوحات ديال الدجاج والكبده. تيجي رائع في المذاق، واحد المريقه كتطلع لذيذه بزاف وبطريقه سهله وبسيطه. غنشارك معكم هاد الشرموله هذه اللي كتعطي واحد الاضافه اللي زوينه. في طاجين اللي ضفت شويه ديال الزيت وغادي نخليه حتى كيسخن، وغادي نضيف جنيوحات اللي غسلتهم مزيان بالخل والملح وشويه ديال الحامض، يعني حتى ما تبقاش فيهم ديك السفوريه. عاد غادي نطيبوهم. صافي نضفتهم من هاد الزيت هذا وغنسد عليهم ونخليهم حتى كيتشحروا. ندوزو هنا باش نحضروا الشرموله. عندي هنا القزبر والمعدنوس اللي غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا. نقطعوهم مزيان وغادي نضيف لهم اللب ديال الحامض مصير، حيت انا واحد العضيه نحيدو ننقوه من العظام وطحنوه مزيان مع هاد المعدنوس هذا. صافي وزدت عليهم الثومه حتى هي، وغادي نخلط كل شيء مزيان ومره نحركوا الجنيوحات باش ما يتحرقوش لينا حتى كنحصلوا على هذا اللون هذا. تيكونوا محمرين وكتطلع منهم ديك الريحه ديال الدجاج محمر. يعني هاد المرحله هذه ضروريه باش غادي تحصلوا على هاد الطاجين هذا يطلع لكم بنين. ما تصوروش المريقه ديالو كيفاش كتجي زوينه. هاد المرحله هذه ضروريه بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. صافي وهنا غادي نضيف جوج بصلات اللي حكيتهم، بصلات غير صغيورين. وبالنسبه للتوابل عندي شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال العطريه ديال الدجاج، وشويه ديال الابزار، وواحد طامه ديال الزعفران. وغادي نضيف داك القزبر والثومه والمصيه اللي قطعناهم بهذا الشكل هذا. صافي نحرك هاد الطاجين مزيان، نخلط المكونات ونسد عليه ونخليه حتى كيتشحر بهذا الشكل هذا بلا ما نضيفوا لا ما لا والو. غير يبانوا لكم دوك الجنيوحات بداو كيطيبوا. صافي هنا غادي تضيفوا الكبده. الكبده بلا ما تحتاجوا تسلقوها، يعني غير غسلوها حتى هي بالحامض والخل مزيان. هاد الطاجين هذا راه يعني فيه التوابل ومشرمل، ما تحتاجوش تسلقوها نهائيا، ضيفوها مباشره. صافي غادي نحاول نحرك هاد الكبده هذه مع المريقه وما نعاودش لكم على الريحه كيفاش طالعه. يعني ريحه المريقه هذه رائعه، ملي غتجربوا هاد الطاجين غادي ينال الاعجاب ديالكم. صافي نحرك المكونات مزيان وغادي نضيف الزيتون، يعني نضيفوا الزيتون الاحمر اولا الخضر اللي بغيتو. ومن بعد غادي نضيف الحامض المصير اللي مقطع، وغادي نضيف الفلفله، وغادي نضيف شويه ديال المعدنوس هكا من الفوق، ونسد على الطويجين نخليه حتى كيكمل الطياب ديالو. هنا راه الكبده حتى هي غادي تطلق شويه ديال الماء. ونسيت ما قلت لكم، يعني ضيفوا واحد الخويه ديال الزيت البلديه هكا من الفوق. عاد سدوا على الطاجين وخلوه حتى كيختار. هانتوما كما كتلاحظوا راه الكبده حتى هي تلقات شويه ديال الماء، غير خلوها حتى كتختار بلا ما تزيدوا لا ماء لا والو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا. يعني هنا راه مباشره من فوق العافيه صورت لكم، يعني واخا كيبان لكم باقا فيه شويه ديال المرقه. كما كتعرفوا يعني الطاجين غير كيبرد شويه، يعني ديك المرقه كتزيد تلبى. هادشي اللي كاين. مهم طاجين تيجي رائع، وكتجي البنه ديالو بحال المريقه ديال الدجاج ديال الاعراس. المهم ما غاديش تندموا على الطريقه هذه، كتجي لذيذه بزاف وطريقه بسيطه. وصلنا النهايه ديال الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.